قولولي ليه اروح مطعم ادفع مبلغ كبير علشان اشرب شوربة سي فود واكلة سمك، لما ممكن اعملها في البيت وتطلع احلى وانضف واكيد اوفر. بتمنها ممكن نعمل اكتر من صنف على السفرة، وكده كده الاسماك مش من الاكلات اللي بتاخد شغل كتير او تعب. نزلت النهاردة اشتريت الجمبري والسبيط والكابوريا، وقلت يلا شوربة بيتي بتنافس افخم المطاعم. لايك بقى ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. لو هنعمل الجمبري بقشره ما ننساش ان احنا نشيل الحبل الرملي، الكيس الرملي اللي في الظهر. بعد ما بعد كده بعد الراس بواحدة اتنين تلاتة ببدأ ان انا اشيل الكيس كده بالخلة بتاعت السنان. لو احنا هنعمل طريقة بقى زي بتاع النهاردة هقشره، فبقشر بالطريقة دي. بسيب بس اخر حتة كده في الديل عشان النهاردة هنقليه. بسيب اخر حتة عشان يحافظ على شكله بس شوية. بالنسبة للقشر بشيله في طبق برضو انا بحتاجه عشان فيه كل الفوائد في الراس، فبشيله كده على جنب عشان هنعمل بيه الشوربة بتاعتنا. هقشر الكمية اللي عندي. هننزل بشوية ملح وندعكه كويس كده في الملح، وبعد كده هنفتح عليه المية وهنفضل نغسل فيه كده لحد ما المية معايا تبقى زي الفل كده وبيضة، هنعرف ان هو نضف على طول. يعني بقعد اغسله كذا مرة كده لحد ما بص الاقي المية بقت شفافة معايا ونضيفة. بوقف خلاص الغسيل. بصوا دلوقتي خلاص كده انا غسلته اكتر من مرة. خلاص بعد كده بطلعه كده في طبق واسيبه او في مصفى واسيبه يصفي كده لحد ما اخلص باقي الحاجات اللي معايا. تعالوا بعد كده بقى في طبق غويط هكون حاطه فيه الكابوريا اللي عندي، وهغسلها كويس عشان لو فيها اي رمله او اي حاجه كده، وبفتح كده وبغسل من اي رمله فيها. وبسيبها شويه نقعها يعني شويه في الميه 10 دقايق كده عشان لو فيها اي حاجه يعني تتشال. بعد كده تعالوا بقى نخش على الصبيط. هبدأ ان انا اشيل كده بالسكينة اي حاجة كده تكون يعني سودة او مش نظيفة او فيها اي حاجة بنضف كده. وبشيلها كده بتبقى من جوه كده من تحت في حاجات برضو مش متنضفة كويس. هبدأ ان انا انضفها. وبعد كده هشيل الجزء ده وهبدأ ان انا اشيل فيه بتبقى حتة زي البلاستيكة كده برضو مننساش ان احنا نشيلها، بتبقى في الجنب. وبعد كده هقطع بقى الصبيط اللي عندي. دي حجمها ما كانش كبير قوي. طبق قدامي بقى فيه ميه وهبدأ ان انا اقطع وانزل كده في الطبق، والحاجات اللي هي الصغيرة دي هطلعها للشوربة، والحاجات الكبيرة هبدأ اخليها عشان هقليها مع الجمبري. دي كانت حتة بلاستيكة فبشيلها. هبدأ اقطع بقى كده من النص، وبعد كده بعمل صوابع بالشكل ده او زي ما انتوا حابين التقطيعة اللي انتوا عايزينها. انا عملتها كده. تعالوا بقى بالنسبة للراس بحاول اقطعها كده من النص واشيل العينتين كده بالراحة. والحاجات اللي هي الزيادة الصغيرة دي بقى هاخدها للشوربة. هركنها كده على جنب في طبق عشان اعمل منها الشوربة معايا. بالراحة كده وبشيل الجزء ده، وفي الناحية التانية نفس الكلام. اي حاجة مش حابينها يعني بنشيلها كده تكون غريبة. وبنضفها كويس بعد كده تحت المية. والحتة اللي شوية اللي انا هسيبهم دول اهم للشوربة هركنهم كده على جنب وهغسلهم كويس لوحدهم. في حلة بقى هننزل بمعلقة زبدة وعليهم جزر وبصل وكرفس وورق لورا، وهديهم تشويحة كده على النار شوية صغيرين. هنعمل أول حاجة الشوربة. الشوربة دي من أسهل ما يكون وما بتاخدش وقت خالص. مفيش دقايق وبنكون مخلصينها. أسهل حاجة ما بتاخدش يعني وقت كتير. هنزل عليها بالقشر اللي احنا شلناه على جنب بعد ما غسلناه ادينا له شطفة كده سريعة. وبعد كده عليهم شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية من الملح وشوية من الكزبرة. وهسيبهم على النار كده لحد ما لونهم يعني يغير شوية وهدي تقلبتين. وبعد كده هنزل بالمية المغلية عليهم وهسيبهم كده 10 دقايق على النار عشان يعني ينزلوا كل الحاجات والفوائد اللي فيهم. هسيبهم على النار وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده بقى. في طاسة تاني بقى هننزل بمعلقة زبدة ومعلقة من التوم، وهننزل بالحاجات بقى اللي احنا شلناها الكابوريا والسبيط اللي احنا طلعناه الحجم الصغير وكم جمبرياية كده. ولو عندكم بلح بحر، لو عندكم اي حاجة عايزين تضيفوها
او سمك فيليه، اي حاجة حابين تضيفوها في الشوربة بتضيفوها. بدي تقلبتين كده بس لحد اللون يا دوبك ما يغير، ما بزودش وما بطولش، والتوم حتى ما خليتهاش تحمر قوي يعني. وبعد كده شوية فلفل اسود وشوية كمون، وعليهم بعد كده شوية من الشوربة المية اللي احنا غلينا فيها يعني القشر. وعشان بقى القوام يبقى حلو معانا هنجيب كوباية لبن ونضيف عليها معلقة من النشا، وهننزل كده على الشوربة بتاعتنا ونسيبهم 5 دقايق على النار، مش اكتر من كده، لحد بس ما يربطوا مع بعض. ونظبط طعم الملح، ما بنكترش ملح، ما بتحتاجش الاسماك ملح كتير. وهتكون جاهزة معايا خلاص كده الشوربة، بنقدمها زي الفل. للجمبري المقلي بقى هنعمل تتبيلة كده حلوة وسريعة. في بولة هننزل بكوباية من الدقيق، وعليهم معلقة صغيرة من الثوم البودر والكمون والبابريكا، وعليهم كزبرة وكاري وملح، وما نكترش الملح، ضروري في أي نوع من أنواع السمك. وبعد كده معايا كوباية بقى من المية، هبدأ أنزل بيها كده واحدة واحدة، وهقلب لحد ما ياخد القوام اللي أنا عايزاه، ما يكونش ولا هو تخين قوي ولا خفيف قوي، اللي هو يعني ما يثبتش كده على الجمبري. انا عايزه القوام كده حلو كده وسط. هقلب كده لحد ما ياخد الشكل اللي انا محتاجاه، وهننزل فيه بعد ما خلصنا هننزل فيه بالجمبري كده الكميه اللي عندي، وهديهم تقليبه كده، وهسيبهم ساعه في التلاجة عشان ياخدوا كده من طعم التتبيله اللي احنا عملناها. تعالوا دلوقتي بقى نعمل الكفر الخارجي في علبه بقى او في كيس. هبدأ دلوقتي أنزل بكوباية من الدقيق، وعليهم كمون وملح وشوية كده من الكركم وشوية من البابريكا، وهندي تقليبة للحاجات دي كلها مع بعض. ده الكفر اللي هننزل فيه بعد كده في الجمبري بيه. هكون حاطة طاسة فيها زيت على النار، هاخد كام واحدة مش هكتر، كام واحدة كده عشان ملزقوش في بعض، وهرج العلبة كويس قوي. وبعد كده هنفضها كويس من الدقيق، وهننزل كده في الزيت اللي عندنا. خلي بالكم الجمبري من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، لو زودتوا عليها السوا الطعم مش هيبقى حلو. فبنخليه كده وقت قليل يا دوبك بيتحمر معايا وياخد لون، بصفيه وبطلعه على طول، بقلب بس الناحية التانية اهو، خد معايا لون، هسيبه شوية احس كده من شكله ان هو بقى حلو كده، خلاص بصفيه كويس وبخرجه على طول. بعد ما بيتصفى كويس بطلعه برضو على مصفى، مش على مناديل، عشان المناديل هتخليه طري، واحنا عايزينه يبقى ناشف كده وكريسبي، ما يتطرش معايا. بعد ما هخلص الكمية اللي عندي كلها وصفتها كويس في مصفى، خلاص كده نطلعه على الطبق اللي هنقدم فيه، وكده الجمبري بتاعنا يكون خلص. تعالوا بقى دلوقتي نشوف السبيط بنفس التتبيلة اللي احنا عملناها، نفس طريقتها. هكون عاملة شوية تاني يعني، وهنزل فيهم بالسبيط، وبرضو بكون سايباه ساعة عشان ياخد كده من طعمهم. بعد كده هطلعه وهبدأ اعمل نفس برضو الكفر الخارجي نفس الطريقة، بس هنا حبيت اوريكم الطريقة بتاعة الكيس. المرة اللي فاتت عملناها في علبة، في كيس هحط برضو كام واحدة وهرجه كويس قوي، وبعد كده في زيت، وهنبدأ ان احنا نقلي. بس السبيط بقى بياخد وقت شوية عن الجمبري ما بياخدش وقت خالص. فهنا عشان ما يستويش معايا من بره وياخد لون ويبقى من جوه لسه ني، بخلي النار معايا متوسطة او اقل كمان من المتوسطة، عشان ياخد وقته شوية حلوين كده، وما يستويش معايا بسرعة، يعني ياخد لون من بره ومن جوه يبقى ني. مهم قوي تخلوا بالكم وقت السبيط مختلف تماما عن وقت الجمبري ما بياخدش حاجة خالص وبيكون استوى. كده خلصنا السبيط والجمبري والشوربة. قدموهم بقى جنب رز او جنب اي سلطات انتوا حابينها، او جنب اي حاجة. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب يكون عجبتكم. باي باي.